ال10 علامات دول لو لقيتوهم موجودين عندكم فاعرفوا انكم أسوياء أو أقوياء نفسيا. الأول، يعني ايه قوي نفسيا؟ يعني نفسيتي مش سهل ان اي حاجة تأثر فيها، وعكسها الهشاشة النفسية، ودي هتكلم عنها في فيديو تاني. اول حاجة، مش مستنيين دعم من الخارج، بمعنى هتدعمني تمام، مش هتدعمني كده كده انا اصلا ثقتي في نفسي كبيرة جدا، وقناعتي باللي انا بعمله نابع اصلا من جوايا، مش محتاجة حاجة من الخارج ان هي تدعمني او ان هي حتى تحبطني. مش بقارن نفسي بحد غير نفسي، المقارنة ما هي إلا تشتيت لنفسي والأفكاري. فأنا كل اللي أقدر أعمله إن أنا أقارن نفسي بنفسي، بحيث إن أنا أقدر أطور من نفسي أكتر. عدم الاهتمام بكلام الناس ونظراتهم والتضخيم لآرائهم على حساب نفسي، لأنه ده بيقلل من ثقتي بنفسي وتقديري لذاتي. الماضي مضى بحلوه ومره، مش بخليه يفضل مؤثر عليا بحيث يعطلني كمان عن المهام اللي بعملها حاليا. كلنا بنغلط، بس الأقوياء نفسيا مش بيكرروا نفس الأخطاء ولكن بيتعلموا منها. مش بركز على الجوانب السلبية أو النقط السلبية في حياتي، ولكن بركز على النقط الإيجابية. دايما بتكلم مع نفسي عن نقاط قوتي والجوانب الإيجابية في حياتي، لأن ده بيعزز ثقتي بنفسي وبيخلي مش سهل حد يأثر كمان على نفسيتي. مش بضخم الأحداث اللي بتحصل في حياتي، لأن معظم أسباب القلق والمخاوف بتيجي من التضخيم وتكبير الأحداث اللي بتحصل في حياتنا. بدي لكل حدث حجمه الحقيقي بدون مبالغة، وإذا هو مشكلة معينة فبشغل نفسي بالتفكير في حل أكتر من رؤية سلبيات المشكلة. مفيش حاجة اسمها فشل، ولكن في حاجة اسمها تجربة ممكن تعلمني ازاي أنجح في المرة الجاية. التقليل من سقف توقعاتي لكل اللي حواليا بحيث ما تعرضش لأي صدمات. استنوا الفيديو الجاي عن الهشاشة النفسية، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة علشان تشوفوا كل الفيديوهات الجاية، واللايك للفيديو لو عجبكم.